اتفشخ حرفيا. رين بيحاول يشجعهم وبيقول لسه الموضوع ما خلصش، لكن واحد من الفريق التاني يرد عليه عجبتني دي، تعال خد لك كوبري على عينك. وبوم، الهدف الخامس والأخير. فريقنا يخسر خسارة فادحة ويرجعوا غرفهم مكتئبين ومخنوقين من اللي حصل. وفجأة وهما قاعدين يتبلغوا إن الانتقاء التاني انتهى ولازم يروحوا غرفة الاجتماعات. بيروحوا هناك وبيشوفوا الست فرق اللي نجت، ومن ضمنهم فريق إيساجي القديم ومعاهم نيكو وريو. لكن الصدمة الكبيرة إن كونيجامي اتشال من المنافسة، وساعتها بيبدأوا يشدوا بالكلام ويتخانقوا مع بعض. على الناحية التانية إيجو كان قاعد مع رؤساء وممولي مشروع بلو لوك، والكل كان متنرفز جدا من المشروع ده ومن الفلوس الكتير اللي بيضخوها فيه من غير ما يشوفوا أي نتيجة حقيقية. واحد فيهم قال له المهزلة دي لازم تخلص يا إيجو. فإيجو رد بهدوء وقال لو عايزين تشوفوا نتائج تمام، هوريكم النتائج بنفسي. نرجع تاني للعيال بتوع بلو لوك اللي بيظهر لهم إيجو وبيقول لهم خفوا اللاعب يا شوية عيال، بدل ما تزعلوا على أصحابكم اللي ما تأهلوش ازعلوا على نفسكم. رؤساء